تعالوا اوريكم ازاي عملت التوكة التحفة دي. طريقتها سهلة جدا، خاماتها بسيطة قوي. هنحتاج ستان عرضه 4 سنتي، هبدأ اقيس منها متر. هقيس متر واحد وهتنيه بالنص كده، وبعدين هقص الستان، يعني هيبقى على بعض كده مترين. هنحتاج بعد كده كرتونة مقاسها 8 في 11. هحتاج 2 من التوك اللي هي بتبقى سادة دي عندنا كلنا طبعا. هشدهم كده على الكرتونة وهسيب بينهم مسافة كده حوالي 1 سنتي. نجيب بقى الستان ونمشي الولاعة كده على الأطراف، ودي خطوة مهمة. أنا كده تانية الشريط بالنص بالنسبة للطول يعني، وهتنيه كمان بالعرض كده، وهدخله هو متني كده تحت التوكتين، وبوسطنه كده بحيث يبقى فيه متر على يميني والمتر التاني على شمالي. بعدين هاخد الطرف الشمال ده وهدخله من تحت التوك اللي على اليمين. بعدين هاخد الطرف اللي على اليمين وادخله من تحت التوكة اللي على الشمال. بشدها حاجة بسيطة كده عشان ألمها، وبعدين بكرر الخطوات بتاعتي. الطرف الشمال تحت التوكة اللي على اليمين، الطرف اليمين تحت التوكة اللي على الشمال. بعد ما بخلص الخطوة دي وبشد كده، بشد بسيط قوي عشان ما بوظش الشكل، وبفضل محافظة على المسافة اللي بين التوكتين، فبيبقى شكلها كده عاملة زي ما يكون ضفيرة. انا ظبطت لكم الكرتونة كده عشان تشوفوا الخطوات اوضح، ويفضل يعني تستخدموا التوك نفس لون الستان، بحيث لما نيجي نشدها كده ونستخدمها ويبان حتة من التوكة ما تبقاش لونها مختلف. فضلت شغالة بنفس الطريقة كده لحد ما خلصت التوكة، وفي النهاية كده بيبقى فيه شريط زيادة معايا، هربطها كده ربطة خفيفة. بعدين نخرجها بقى من الكرتونة، والمساحة اللي باقية من الستان ده هعمله فيونكة. طبعا نظبطها كده ونقص الأطراف، وطبعا ما ننساش نمشي الولاعة كده على الأطراف. بعدين نثبت الفيونكة كده بالشمع عشان ما تفكش، وبعدين ممكن نكمل تزيين او نسيبها كده. كان عندي الشريط ده فلفيته كده في النص. ممكن طبعا تلزقوا اي حاجة متوفرة عندكم، او حتى تسيبوها كده. على فكرة شكلها تحفة من غير حاجة. ده كده شكلها النهائي، بجد شكلها تحفة ومش مكلفة ابدا، وكمان سهلة جدا. ما تنسوش تكتبولي رأيكم في الكومنتس.